أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي في قطاع غزة الباسل، تحية مليئة بالتقدير والاحترام إليكم، تحية إجلال وإكبار، تحية لكم ولصمودكم وتحديكم للظلم والبطش والطغيان. في الأسبوع الماضي انطلقت فعاليات جمعة صفارة الإنذار الثانية، وانطلقت الصافرات مدوية معلنة لحكومة الظلم أن شعب غزة قد أعلن تمرده وأنه لن يستكين أو يهدأ إلا بحصوله على كافة حقوقه المدنية المسلوبة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وانتخاب من يمثله دون أي إعاقة أو تأخير. إخواني، ستستمر فعالياتنا في التصعيد السلمي والضغط على حكومة الظلم في غزة حتى الاستجابة لمطالبنا المشروعة. إخواني، أيها الشعب الجبار، نحن في حركة تمرد لسنا ممن يتاجرون بقضية أو وطن أو دين أو شعارات زائفة. نحن حركة شعبية عارمة لشعب يريد أن يعيش في عزة وكرامة، وستجدوننا نعبر عنكم وعن اهتماماتكم وقضاياكم واحتياجاتكم مهما كانت انتماءاتكم. جميعنا يد واحدة تتمرد على الظلم والطغيان. كل الفلسطينيون بكل انتماءاتهم وخلفياتهم التنظيمية والسياسية والأيديولوجية، بما فيها العديد من كوادر حركة حماس الذين عبروا لنا عن استيائهم المكبوت على حالة الظلم الذي تمارسه الحركة. وطبعا هنالك أناس عاديين بلا انتماءات حزبية يرون فينا المنقذ الوحيد. نحن في حركة تمرد لسنا حزب سياسي ولا نحمل أي أجندات خاصة. نحترم كافة الفصائل الفلسطينية ونؤكد على أننا نقف على نفس المسافة من الجميع ولن نكون عونا لفصيل على آخر. نحن نمثل جميع هذه الأطياف ورغبتها جميعا في كسر قيود الانقسام وإيقاف الاستحواذ على السلطة. لسنا هنا لنناقش أحد أو ننافس أحد، لا نجري وراء الكراسي والمناصب والرتب. نحن أوجدتنا ظروف قاهرة أحلت بشعبنا الطيب الكريم، شعب طيب لأنه صدق وعودهم الانتخابية، وكريم لأنه تحمل منهم الظلم والطغيان أكثر مما كان يجب. أصبح وجودنا ضرورة بعدما اتفق المتخاصمون أن يتخاصموا، وقد تسبب لنا هذا الانقسام والخصام بالأذى والظلم وأجبرنا على التمرد كخيار أخير لشعب يرفض الذل ويرفض الهوان والظلم. نحن في حركة تمرد صوت المقهورين في غزة، ونقول لهم نحن نسمعكم ونتألم لآلامكم، ونحن سيف الحق القاطع الذي لا ينكسر لأنكم عنوان هذا الحق. ونؤكد لكم أننا لن ننجر وراء المحاولات الدنيئة لجرنا إلى العنف وتلفيق الاتهامات لنا. وأنا من موقعي هنا أناشد جميع كوادرنا ومؤيدينا أمام العالم أجمع أن يرفضوا الانجرار إلى العنف جملة وتفصيلا، وأقول لهم كونوا قدوة حسنة لشعب رائع. لن تمتد أيدينا على إخواننا وإن كانوا ظالمين.
عار علينا إن فعلنا عار. حركتنا أسسها السلمية والاحترام، وسنبقى قدوة يحتدى بها. لن نكون متورطين في إراقة الدماء في فلسطين، وندعو الحكومة في غزة إلى إعلان سلميتها للعالم بمثل ميثاقنا السلمي، ونتحداها أن تؤكد للجميع أنها لن تريق دماء الفلسطينيين مهما اختلفوا معهم. إخوتي الصابرين على الظلم من كتاب ومثقفين وصحفيين ومزارعين وتجار وعمال وشيوخ وأطفال ونساء، إخوتي نبارك لكم نجاح فعاليات الأسبوع الماضي، ونقول لكم انتظروا المزيد. نحن شباب غزة قادمون، نحن شعب غزة البطل قادمون، وما ضاع حق وراءه مطالب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض